السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة عالم العروض والتقنية. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. جايب لكم النهاردة طريقتين لشحن عداد الغاز لو انت العداد بتاعك عن طريق الكارت. طبعا أول طريقة من خلال برنامج سهل، برنامج هو فعلا سهل، تقدر تنزله من على الجوجل بلاي عادي جدا، وتقدر تشحن بيه كارت الكهرباء وكارت الغاز، وكمان أضافوا كارت المية. فتعال كده ندخل على البرنامج، هننزله من على الجوجل بلاي ونعمل حساب ونخش على كل كروت الغاز على سهل اشحن الكارت. هنختار اول اختيار كارت الغاز، تاني حاجة فاتورة الغاز، ده احنا معانا هنا كارت الغاز، وندخل كده على كارت الغاز. لازم يكون الكارت بتاعنا بيدعم ال NFC، وكمان الموبايل يدعم ال NFC. ونبدأ بعد كده نقرب الكارت من ظهر الموبايل. التطبيق قرأ الكارت، جاب لي اسم المشترك، الاسم بتاعي ورقم المشترك وشركة الغاز اللي هي تاون غاز أو تاون جاز. هندخل بقى على متابعة، هنبدأ ندخل القيمة اللي هنشحن بيها الغاز بتاعنا. عندنا من 5 جنيه لحد، طبعا زي ما احنا عارفين، هندخل مثلا هنا ولو 5 جنيه. أقل قيمة هنقول 10 جنيه، هنقول له ماشي 10 جنيه. والرسوم 2 جنيه 57. طبعا الرسوم لو احنا قلنا مثلا 100 جنيه، انا بس بعمل هنا شحن، بعمل لكم مثلا كتجربة. فالرسوم لو احنا 100 جنيه هندفع 4 جنيه و11 قرش. هنخليها مثلا هنا، هنقول هنا 10 جنيه. تمام، هندفع رسوم 2 جنيه 57 عشان الفيديو، وبعد كده هندوس دفع. دخل لي بقى هنا على بيانات الدفع، عندي مقدم الخدمة تاون جاز، القيمة 10 جنيه والرسوم. وعندي كذا طريقة ان انا اشحن بيها كارت الكهرباء وكارت الغاز برضو، بس هنا هنشحن كارت الغاز. عندي محفظة إلكترونية أو الفيزا بتاعتي اللي أنا ضايفها، وعندي رصيد برنامج سهل. هنختار أسهل حاجة وهي المحفظة الإلكترونية اللي هي فودافون كاش، اتصالات كاش، أورنج كاش، وي. هنضغط كده محفظة إلكترونية ونعمل دفع 12 جنيه و57 قرش، وندخل هنا رقم المحفظة. دخلنا رقم المحفظة وبعد كده ندوس دفع. بيقول لي قم بتأكيد طلب الدفع من المحفظة. طبعا البرنامج أرسل طلب دفع من خلاله إلى المحفظة فودافون كاش. أدخل بقى هنا على الرسائل ويقول لي طريقة الخطوات عشان أبدأ أدفع المبلغ اللي هو 12 جنيه 57 قرش. بيقول لي بقى لتأكيد دفع مبلغ 12 جنيه و57 قرش لدلتا مصر من محفظة فودافون كاش، اطلب نجمة 9 نجمة 55 شباك. هنطلب نجمة 9 نجمة 55 شباك وهنعمل اتصال. بيقول لي تأكيد دفع المبلغ، ادخل الرقم السري بتاع المحفظة. تمام، بعد ما دخلنا الرقم السري قال لي تم خصم مبلغ ال 12 جنيه 57 قرش لدلتا مصر من حساب محفظة فودافون كاش. كده تمام والدفع تمام. نرجع بقى للتطبيق. هترجع للتطبيق، هتلاقي رسالة الخطأ دي خطأ الهاتف غير متصل بالإنترنت. هقول له متابعة وادخل تاني على الغاز، واختار كارت الغاز وقرب الكارت من ظهر الموبايل. تمام كده، قال لي قم بوضع الكارت في العداد لنقل الشحنة. هرجع بقى للعداد وانقل الشحنة وارجع لكم تاني عشان نكمل الفيديو للطريقة التانية لشحن كارت الغاز. تمام كده يا شباب، نقلنا الشحنة للعداد. نرجع بقى لتطبيق تاني او للطريقة التانية وهي برنامج ماي فوري. تمام، بيقول لك تم عملية الدفع بنجاح. الطريقة التانية من خلال برنامج ماي فوري اللي انتوا شايفينه اهوت، علامته العلامة الصفراء، نضغط عليه كده وندخل على برنامج ماي فوري. تمام يا شباب، كده بنفتح البرنامج ده، واجهة البرنامج، وننزل على اللي هي كارت الغاز اللي هي زي ما شايفينها جنب الكهرباء، كارت الغاز. عندنا اختار عملية تريد القيام بها، اما شحن الكارت NFC او فاتورة الغاز الشهرية. هنختار شحن الكارت ونختار الشركة اللي الكارت بتاعك منها. انا هنا عندي شركة بترو تريد، هختار بترو تريد، ويقول لي قرب بقى الكارت من ظهر الموبايل زي الطريقة اللي فاتت بالظبط. زي ما انتم شايفين بيقول لي بقى اختار طريقة الدفع. انا عندي هنا الكارت الاصفر، وهتلاقي اختيارات كتيرة برضو، محفظة الكترونية او فيزا او كل حاجة او رصيد برنامج ماي فوري. وهنختار بقى القيمة عندنا، ادخل ادفع مبلغ 5 جنيه او اكتر. يعني مثلا لو عايز ادفع 5 جنيه
هختار ال5 جنيه أو هادخّل قيمة تانية اللي أنا عايزها من 5 لحد 500 جنيه أو 1000 جنيه، أنا هاختار 5 جنيه. زي ما أنتم شايفين تم الدفع بنجاح. لكي تتم عملية الشحن أعِد وضع الكارت الذكي خلف هاتفك المحمول بعد الضغط على موافق، أو سيتم رد المبلغ إلى حسابك في ظل 5 أو 7 أيام. هنيجي بقى تاني نجيب الكارت ونقرّبه من ضهر الموبايل. زي ما أنتم شايفين أهو من فضلك انتبه إلى الآتي قبل استخدام فودافون كاش خدمة شحن الكروت الذكية. تأكد من الكارت يدعم خاصية الشحن. وضع الكارت أسفل الهاتف. 3 من فضلك قم بوضع الكارت على العداد أولًا، ولا تقوم بتحريك الكارت الذكي عند سماعك الصوت أثناء تلامس الكارت الذكي إلا عندما يطلب منك البرنامج إبعاده. تمام كده؟ هنقرّب الكارت من ضهر الموبايل عشان ننقل الشحنة. زي ما أنتم شايفين كده نقل الشحنة ال5 جنيه. شكرًا لاستخدامك تطبيق ماي فوري، وتم كده نقل الشحنة إلى الكارت. طبعًا هاخد الكارت وأحطه على العداد تاني عشان يتم شحن العداد. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، أتمنى تعملوا لايك وشير للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.